معظم الشباب دلوقتي لما بيجي يخلصوا الكلية بتاعتهم ولا يخلصوا الجيش ولا ياخدوا إعفاء، أول حاجة بيفكروا فيها إن إحنا نعمل جمعية وبعدين نقبض الجمعية دي نجيب بيها شبكة وناخد خطوة الجواز. بيعملوا ليه كده؟ يعني بيقولك علشان نلحق قطر الجواز، علشان نتجوز بدري بدري، علشان نكمل نص ديننا، علشان نعف نفسينا وحاجات تاني كتير. بس أنا عاوز أقولك على حاجة، ممكن يكون الجواز جنة ونار ليك. امتى يكون الجواز نار ليك؟ لما انت تيجي تتجوز وانت اصلا عندك يعني فكرة في دماغك ومبدأ بان السن بيجري منك، ان قطر الجواز هيجري ويفوتك. والحتة دي نركز فيها قوي، بالذات البنات بيبقوا شايفين ان قطر الجواز هيفوتنا، باننا مش هنتجوز لو احنا ما اتجوزناش واحنا صغيرين، فاحنا بالتالي مش هنتجوز واحنا كبار، وان السن كل ما يكبر ده اوحش لينا. لا، انت ممكن تتجوزي وانت ممكن تتجوز تمام، بس في نفس الوقت وانت معاك شريك حياة تبقى حاسس بوحدة. ممكن تتجوز وتكتشف في الاخر بانك انت مش قادر تستحمل المسؤولية الجديدة اللي هي اتضافت فوق المسؤولية اللي هي كانت موجودة عليك. ممكن تتجوز وبعدين تكتشف في الاخر بانك انت اخترت الشخص الغلط. ممكن تتجوز بسبب حاجات كتير، فده هيكون نار ليك في حياتك وجهنم في حياتك. فانت ما تتجوزش علشان انك انت فاكر بان قطر الجواز هيفوتك. لا، فكك من المبدأ ده اصلا. وبالنسبة للبنات، لما بيبدأوا مثلا يكونوا مثلا احنا حاطين مبادئ لينا لشريك حياتنا، احنا محتاجين واحد اتنين تلاتة، فبيبدأوا يتقدموا لهم عرسان، والعرسان دول بيبدأوا يرفضوا علشان هم عندهم مبادئ وهم مش لاقيين المبادئ دي في العرسان اللي جيوا يتقدموا. فهم بيرفضوا. مع مرور الوقت السن بيبدأ يكبر، الأيام بتجري بسرعة، فبتبدأ الناس تتكلم عن البنات دي، وممكن توصل بيهم الدرجة إن الناس تتكلم في شرف وعرض البنات دي، وهم أصلا يعني هم مش فاهمين غرض البيت، ولا مش فاهمين دماغ البيت ولا عقلية البيت. بس هم الناس ما بتسكتش، ما بتسيبش حد في حالها، فهتبدأ تتكلم، وهيبدأوا ممكن يتكلموا في عرض وشرف البيت. عاوز أقولك من الآخر، وإذا كان الكلام ده البنت أو شاب، طز في الناس، طز في كلام الناس. كلام الناس ولا هيقدم ولا هيأخر. كلام الناس مش هتعيش معاناتنا لبكرة. كلام الناس مش هتعيش، مش الناس مش هتعيش ايامنا السوداء اللي احنا هنشوفها بكره، ولا ايامنا الحلوه اللي احنا هنشوفها بكره، ولا المسؤوليه ولا الضغط ولا الايام الحلوه ولا الايام السوداء اللي احنا هنشوف ده كله بكره. فكلام الناس مش هيفيدنا في حاجه. فالاول في الاخر لما تيجي تبدا تتجوز، اعرف انت محتاج ايه وليه، وبلاش يكون كلام الناس عنك ولا عنك يكون محفز ليك بانك انت تبدا تختار الشخص، اي شخص وخلاص، اي حد يتقدم لك وخلاص، بانك انت تتجوزيه او انك انت تتجوزها. لا، كلام الناس مش هيقدم ولا يأخر. وفي ناس بتبقى فاكرة ان انا مثلا هتجوز علشان اكمل نص ديني وعلشان اعف نفسي. انا ما عنديش اي مشكلة في الكلام ده كله، بس عايز ازود عليها حاجة. الجواز خطوة كبيرة، والخطوة الكبيرة لما نيجي ناخدها في حياتنا ونيجي ناخد خطوة كبيرة في حياتنا، فلازم نكون احنا قديها، ولازم نكون احنا قادرين ان احنا نواجه اللي احنا هنقابله منها. فالجواز خطوة كبيرة، فانت لازم تكون مدرك ومستوعب الخطوة اللي انت هتاخدها. انا مش بقول لك الكلام ده كده وخلاص. يعني اللي قال لي الكلام ده واحد اكبر مني وبقى له 40 سنة، بس انا خدته مني الكلام ده وزودت عليهم، بحيث ان انا يعني نفهم شوية مع بعض انا وانت. وبلاش برضو يكون غرضك من الجواز بانك انت كشاب، بانك انت تقفل باب الشهوه، بانه تقول ان انا عيب في نفسي، وان انا مثلا ابعد عن ادمان الاباحيه، او انا مثلا يعني الجواز هيمنعني من الكلام ده كله. لا، في ناس بتتجوز وبتلاقي نفسها ان هي اصلا لسه مدمنه في الاباحيه. في ناس بتتجوز وبرضه بتحب وبتكلم بنات وهم متجوزين. يعني انت لو فاكر بانك ان الجواز لو انت اتجوزت بانك انت خلاص كده تبقى نبي عايش على الارض، فده غلط. مفيش حد كامل الا لله عز وجل، وانت فيك عيوب، والعيوب دي عمرها ما تتصلح مش بالجواز. لا، العيوب دي هتتصلح لما انت تقرر بنفسك بانك انت تصلحها بنفسك. الجواز ممكن يكون مساعد ليك، بس لما انت من جواك تصلح نفسك. وفي ناس بتتجوز وبتقول لك علشان انا حاسس بوحده فانا محتاج شريك حياه علشان يملى ايامي. في ناس بتفكر كده. عايز اقول لك على حاجه، الوحده اللي انت حاسس بيها دلوقتي دي ايام قليله جدا وهتعدي. وغير كده،
الايام القليله جدا دي وهتعدي. بعد كده انت هتكتشف ان ايامك بقت مليانه بمشاغل الدنيا، وان الدنيا بقت زحمه في دماغك، وبانك انت بقى مش عندك راحه بال 10% اصلا، بانك انت تقعد مع نفسك، ولا تقعد مع نفسك كده في اخر الليل من غير تشتت، من غير مشاغل الدنيا، من غير الزحمه اللي احنا عايشين فيها. وتعالى نفترض بانك انت عايش في حياتك مفيش ولا مشاغل ولا زحمه ولا تشتت، وعايش دنيتك في وحده. ايام قليله وهتعدي، ولو ما عدتش انت هتتاقلم على الوحده. انت ممكن تتجوز وفي نفس ما انك انت يكون معاك شريك حياه ويكون جميل ويكون محترم ويكون ابن اصول ويكون طبعه 100 فل و14 وكل حاجه، بس برضه انت من جواك حاسس بوحده. يعني ما تاخدش خطوه الجواز بسبب انك انت حاسس بوحده وتقول انا اجيب شريك حياه يملى ايامي او يملى فراغي. انت ممكن تعمل كده فعلا، وفي الاخر تكتشف ان ما ملاش وحدتك، ما ملاش فراغك، وتبدا في الاخر تعيب فيه وتبدا تطلع عيوبك عليه.